الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيما كتب لأخيه محمد بن الحنفية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتبه الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأني أشهد أن الموت حق، والقبر حق، والجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أنشد يقول: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما. فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: على الإسلام السلام، إذ ابتلت الأمة براع كيزيد، لعنة الله على يزيد. صدق إمامنا الحسين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا على محمد وآل محمد. لعله
الله يجزيكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على النخوة، والسلام على المروءة، والسلام على الذكاء، والسلام على الحكمة، السلام على قلبي وعلى محبتي. السلام عليكم يا أهل الأردن ورحمة الله وبركاته. اشهدوا الله والله على حبكم. خلاص سلم. طيب، تريدون نتكلم عن ايش؟ عن الصلاة ولا بر الوالدين أو فضل تعدد الزوجات؟